مفاجأة من العيار الثقيل خرج بها الكونغولي جاكسون موليكا بعد خبر انضمامه رسميا للأهلي المصري. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، ونعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. الكونغولي جاكسون موليكا حديث الساعة دلوقتي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. خرج بتصريحات مهمة جدا جدا لكل أهلاوي، تصريحات نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل بعد خبر انضمامه رسميا للنادي الأهلي للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية. جاكسون موليكا قال في تصريحاته بالفعل ان في مفاوضات قوية جدا جدا بين وكيله وبين النادي الاهلي، وهو شخصيا بيسعى للانضمام للنادي الاهلي في يناير. دي اول مرة موليكا يقول ان هو بيسعى بنفسه ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. موليكا قال ان اللعب للنادي الاهلي هيضيف له حاجات كتير جدا جدا، خاصة ان هو لسه صغير في السن. طبعا انتوا عارفين ان موليكا مواليد 1999، لاعب صغير في السن عنده 25 سنة. موليكا قال ان المشاركة مع النادي الاهلي في بطولة افريقيا وفي كاس العالم للأندية هتضيف للسي في بتاعه وهتضيف له بشكل شخصي، وقال ان النادي الاهلي يعتبر اكبر قلعة رياضية في افريقيا والوطن العربي، وكل لاعيبة كرة القدم في افريقيا بيتمنوا الانضمام لنادي زي النادي الاهلي. موليكا قال انا عارف ان في مهاجم قوي جدا جدا في النادي الاهلي اسمه وسام ابو علي، ودي هتبقى منافسة قوية جدا جدا بيني وبينه. وهو قال ان هو بيحب المنافسات اللي من النوع ده لما بيكون في مركزه حد جامد زي وسام ابو علي. فيناير القادم يعني خلاص احنا فاضل لنا ايام، هنشوف باذن الله موليكا اقوى مهاجم في افريقيا هيكون موجود مع النادي الاهلي، وهيرتدي القميص الاحمر يعني خلال الايام القادمة، وسيشارك مع النادي الاهلي بشكل رسمي بداية من يناير القادم.